دبرتنا لليوم حاجة بنينة على الاخر اللي هي رز بالصوص الحمراء، بليتو نسميوها رز بالصلصة، وعملت معاه طاجين مشخشخ يعمل 66 كيف. اول حاجة نبداو نحضروا صوص الرز. اخذيت كسرول صبيت فيها نصف كاس زيت هكاكا، بصلة مقصوصة جويدة، مغرفتين كبار طماطم كونسونطري، نصبوا الدجاج وريقات الرن، شوية حمص منفخ، ولهنا الثوم حاطط معاه كعبة قرنفل يفوح برشا الصوص متاعي. نزيد عليهم غرفة كبيرة فلفل احمر كركم، ونصب عليها كاس ماء ونخليها تتقلى شوية، وفي الاخر نصب عليها لتر ونص ماء ونخليها تطيب على راحتها. ونتعداو للروز، ولهنا طريقة الروز من انجح الوصفات عندي. لهنا خديت رطل روز مفور الاصفر، حطيت له شوية ملح ونخليه على نار حكيت 10 دقائق يفور لين كعبة الروز نجم نقسموها، ونشا زيت الكل يتنح منه، وقتها نصفيه ونصب عليه الماء البارد باش نحبسوا الكويسون تاعو، وبعد نرجعوا يتباوخ في الكاسكاس. وبعد ما تعدت نصف ساعة من وقت الصوص لهنا زدت كعبة بطاطا، ونتعداو نحضروا خليط الطاجين. في كسرونه نصب شويه زيت، نحط الدجاج، نفوح بكركم، شويه فلفل احمر، ثوم شايح، ملح، ومغرفه قهوه طماطم كونسونطري، نصب عليهم كاس ماء ونخليها تطيب لين تنشف. بالطبيعه ما ننساوش نزيدوا معاهم سلطتنا التونسيه البنينه. لهنا الروز بعد ما فار حكايه ربيع ساعه نصب عليه بزيت صوص ونرجعه يكمل يفور ويشرب الصوص نتاعو الكل ويولي مفرك كل كعبه وحدها. ولهنا بعد ما طاب صير الروز في الاخر نحي من الصوص الدجاج البطاطا والحمص، ونصب الروز ونخلطه بالباهي مع الصوص اللي فضلت، وهكا نتحصلوا على روز بنين طيب في حقه، له معجن وله نقص طيب. نرجعوا للطاجين بتاعنا. لهنا نصبوا الخليط الدجاج ومعهم كعبتين بطاطا يا اما يكونوا مقليين ولا مسموطين، اني طيبتهم في الاير فراير، شويه معدنوس، ومعاهم 4-6 كعبات عظم، وبالطبيعه شويه جبن اللي تحبوا عليه. نخلط كل شيء بالباهي، وما ننساوش رشه الفلفل اكحل في الاخر هي اللي تزيد تبنن اكثر الطاجين بتاعنا. وهكا نكونوا حضرنا فطور بنين يعمل الكيف.